السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين حلوين جدا للفطار وينفعوا كمان غدا او عشاء. هنعمل جبنه بالبيض، وكمان هنعمل بطاطس بالبيض. هما فكرتين كده بالبيض بس طعمهم حلوين جدا. اول حاجه هنجيب بوله ونحط عليها اي نوع جبنه. اي نوع جبنه عندك، جبنه معلبه، جبنه سايبه، اي نوع. وانا هعمل هنا ميكس من الجبنه البيضه العاديه خالص، وهحط عليها جبنه نستو. طبعا تقدري تستبدلي الجبنه النستو، يعني ما تحطهاش خالص او تحطي اي نوع تاني براحتك. هبدأ بس كده اهرسهم كويس جدا. لو هتحطي جبنه حادقه بس ممكن تحطي عليها شويه لبن صغيرين جدا عشان تبقى قوامها كريمي. انا كنت هنا سلقه 3 بيضات، والكميات دي براحتك خالص، يعني ممكن تحطي الجبنه اكتر، البيض اكتر، زي ما انت عايزه. هبدأ بس اهرسهم وكده عندي الوجبة خلصت. سهلة وسريعة وما خدتش وقت. طبعا انا ما حطيتش ملح لان الجبنة اصلا فيها ملح، فما حبيتش احط ملح. لو عايزة تحطي رشة ملح كده بسيطة براحتك خالص. شايفين قد ايه بقى شكلها حلو وطعمها جميل جدا جدا. رشيت بس رشة شطة وكده خلاص. الوجبة بقى التانية عبارة عن بطاطس مسلوقة وبالبيض. طبعا ممكن تستغني عن البيض وتبقى بطاطس كده وخلاص وبيبقى طعمها حلو برضو. هنجيب اي مادة دهنية، وانا حاطة هنا زبدة على زيت، وجبت بصلايه وطبعا مقطعها مكعبات صغيره، يا دوبك اتشوحت ونزلت عليها بمكعبات البطاطس. هديها بقى تشويحه حلوه كده معاها عشان تاخد وتدي كده من طعم البصل. هنرش بقى رشه ملح ورشه فلفل. طبعا ممكن تحطي كمان فلفل الوان، فلفل شطه. وخلاص هحط بقى البيض وبرضه هرش عليه رشه ملح وفلفل يا دوبك اول ما يستوي. طبعا في ناس بتحب البيض مستوي كويس جدا، وفي ناس بتحبه نص سوا، ده براحتك برضو. وكده خلاص الوجبة عندي خلصت، وعايزة اقول لكم انها طعمها حلو جدا جدا. ممكن ترشي رشة بقدونس، وكده عندي وجبة مشبعة. ودي كانت نهاية الوصفة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. سلام.